ساريتنا الليله باش نرجع مع الاعلاميه التونسيه المقيمه في اليابان رجاء بن عثمان. اهلا وسهلا من جديد رجاء. باش نحكي شويه ساعه على الباركور. خلينا نقول قلنا بدينا من الراديو، قلنا خدمنا في التلفزه، وبشويه بشويه إذاعة وطنية، تلفزة وطنية، وقتها كان اسمها تونس 7، ومن بعد مشيت نقرأ في اليابان بورس ماستر وغوشيرش في مجال مختلف تماما اللي هو التربية والتعليم. والغرام يقعد دونك غادي تعاقدت مع اجونس وخدمت في التلفز سور تو لو جابون على البلاد الكل. ويبقى الحنين للإذاعة، ديما يقولوا لي وينك والراديو. تعرف الراديو سي اون باسيون اللي ما تنجمش تبعد عليها طول حياتك. دونك خممت في راديو جيل الذهبي. علاش؟ على خاطر انا من مشجعي وداعمي الاذاعه الكلاسيكيه. الله عماله دونك يعني بالنسبه لرجاء بن عثمان ما فماش مجال انه الاذاعه تتطور، انه مثلا البرامج تتطور، الطرح يتبدل كما احنا نشوفوا توا انا على السوشيال ميديا فما ديجيتال. هي شنو هي الفكره بدات من انه فما بعض الاذاعات العربيه بصفه عامه اللي حادت على المسار الاعلامي اللي فيه مهنيه وفيه مصداقيه، فقلنا العوده الى الكلاسيكي ما يعبر عنه بالزمن الجميل والجيل الذهبي هي ممكن الحل اللي ممكن انه يكون مثل الاستفاقه شويه او تنبيه صغيرون للناس، وانه راهي نوعيه البرامج هذه ونوعيه الاذاعات هذه ما زالت مسموعه ومحبوبه، وحبينا وان نكرموا من خلالها كل الناس اللي عملت حاجه في المجال الفني او في المجال الثقافي في الوقت هذاك واللي تنسيت. دونك راديو جيل الذهبي هو تكريم لكل صوت غاب عن الساحه، سواء اعلاميا او فنيا او ثقافيا، وهذه الغايه من راديو جيل الذهبي. هو انت تو حليت الباب راديو الجاليه الالمانيه زاد اللي يتابعوا فينا، راديو الجاليه في المانيا اكيد، وبرشا معناها تحيه للزميل عبد الحق بن عثمان وهو سيمون كوزان، نسلم عليه برشا. نسلموا برشا على زميلتنا الاعلاميه والصحفيه سناء الماجري تبع فينا زاد، برشا موجودين معنا من الاعلاميين من زملاء حافظ كيف يتابع نايفر محمد النفزي، فريق راديو جيل الذهبي الكل موجود. تحيه لكم الكل. ما نهربوش الساعه على الانترفيو بتاعنا خاطر نحب نعرف مثلا وقت اللي نحكيو على تجربتك الاعلاميه ونحكيو حتى على التجربه انك تكون متواجده في اليابان، التعامل مع هنا القنوات اليابانيه مع في الوثائقي نتصور، ولا فما مثلا روبورتاجات هي هاو نقول لك الخدمه كيفاش ما فماش اعلامي ينتمي لمؤسسه معينه. اي هاو باش نعطيكم توا البحث الصحيح. ما تلقى الاعلامي في اليابان هو فريلانسر، اوكي، ما تلقاش ينتمي لمؤسسه معينه تلفزه معينه، تلقى عنده اجونس اللي هي وكاله وفيها وكيل وفيها فريق اعداد وتصوير وما الى ذلك ومكياج واللي يلبس وكل شيء. دونك يتفقوا على عمل معين كسوا تلفزي او اذاعي او ريبورتاج، وبعدين هذاك يا اما يكون سير كوموند يعني بطلب من بعض القنوات او يتخدم ويتباع. فشفت كيما نخدموا الدراما لهنا في تونس، فنفس الفكره ولكن تقوم عليها البرامج الكل التلفزيه والاذاعيه والروبورتاجات. المواضيع اللي تم اختيارها في الروبورتاجات هذه، لا انا نخدم سير كوموند ما نكذبش عليك، يعني جبت فكره واحده انا هي السياحه في تونس، قالوا لي فكره باهيه ولكن تنفيذها صعيب نظرا للاجراءات ومتابعها، وهما غادي الدرونات تلقى 4 درونات هكا يحوسوا فوق راسك و15 كاميرا دايرين بيك، معناها تقنيا عالي السقف التقني عالي. في تونس ولا في اليابان التصوير اللي نصوروا في تونس كل نحن نواكبوا كل التظاهرات الثقافيه، كنا حاضرين بكثافه في الصيف اللي فات في المهرجانات في العديد من الولايات. كنا في كرتاج، في الحمامات، في بنزرت، في بيجا، في بوغرنين حاضرين. تحيه لكل الفريق الصحفي، حافظ النايفر، محمد النفزي، شاديه، الناس اللي خدمت في الصيف كل، وحاضرين. بالنسبه لليابان هذيك خدمه اخرى، غازي تلفزه، دونك روبورتاجات، خدمه برشا روبورتاجات، ملايين المشاهدات. يعني روبورتاجات اللي تتعمل في اليابان مثلا على شنو تخدم؟ خدمت فما روبورتاج على G7 اللي هي قمه الدول السبعه، والروبورتاج هذايا مدته 4 دقائق كهو، عامل 5 مليون مشاهده
على صفحة الوزير الأول الياباني تلقاوها الوجعية، كان مش تشوفوا فيها كم تسمعوا فيها السويت. دونك الروبورتاج هذايا تعدى تقريبا في 7 دول حول العالم. 7 دول المشاركة تعدى فيها الروبورتاج هذا. فما روبورتاج عملته على تاريخ اليابان، روبورتاج اخر عملته على الاكلات الشعبيه اليابانيه، روبورتاج عملته على الفاشن، وروبورتاج اخر برشا الحقيقه فني، مواكبات لك الفاشن ويك نتاع طوكيو. خدمه متنوعه الحقيقه. اما شنيا ما يعطيوكش الاكسي باش تاخذها وتحطها عندك في السوشيال ميديا، ديما يقعد هذيك عند الشركه اللي تشريه باسمها صحيتك، كي تكتب اسمي ما تلقانيش، لازم تحط معناها اسم المؤسسه ولا مالوغوزمون. دونك عباره ما يطلعوش الشخص، يطلعوا الماتيير كامله. ممتاز. باهي، على مستوى الأكاديمية اللي عندك في اليابان. وي شنو؟ كل شيء باش نحكي. سيرش خلينا نزيدوا. الأكاديمية هذه اختصاصي اللي هو التربية والبيداغوجيا، ومختصة باحثة في تعلمية اللغات Second Language Acquisition. عمل معناها عندي في البحث العلمي ما زلت مواصله معناها مع الجامعات وكل شيء، ومن طون عندي هي اكاديميه واحده NLS، خلينا نعمل الشهر الروحي نربحوا نيفرلاند لانجويج سكول في فرعين، فرع اول وفرع ثاني. هذه تقري يا سيدك اللغات الاجنبيه لكل الاعمار. هذه مثلا حاجه ممكن يقتدى بها في تونس. علاش؟ خاطر نشوفوا انه ديما تعلم اللغه في تونس تلقاه محدود بعمر، في اليابان ليس للتعلم عمر. معناها يقراو عندي من العامين حتى يكش ل79. ممتاز. هو كان عندي شكون 85، اما تقري لغات فقط، لغات اجنبيه، فرنسيه، ايطاليه، انجليزيه، عربيه، يابانيه للاجانب، ويظهر لي المانيه، نورمالمون المانيه. مش انا نقري نقري نحب نقري. انا نقري كان نتاع صغار، عرفت كل عامين 3 سنين تلقاني شيخه. فما تسهيلات من الحكومه اليابانيه ولا من المسؤولين اللي باش يفتح مشروع غادي، وهي هذه ممكن برشا شباب في تونس قاعدين يحرقوا للاسف. نقول لهم راهي الفرص في الخارج متوفره من غير حرقه. علاش؟ خاطر فما تشجيع للشباب، تنجم انت تخرج تقرا، تاخذ بورس، ومن بعد تكون عندك امكانيه وانك تبدا مشروعك من الصفر، بالحق من الصفر يعني. واللغه؟ اللغه هذيك تعلم اللغه هنا؟ لا انا قريتها غادي، مش بالضروره معناها. فما حتى يعني وسائل ماهيش غالية الثمن، وفما متطوعين يدرسوا للأجانب اللغة اليابانية في اليابان. دونك اليابان تعتبر من الدول اللي بعيدة شوية على تونس، ولكن من الفرص الذهبية نعتبرها للشباب اللي يحب يمشي بأمور قانونية وأمور واضحة. واحنا في حديث الصراحة رجاء، فماش حنين للعودة لتونس للاستقرار، يبعث مشروع فماش هيك حنين للعمل؟ حنيني وديجا اسمعني، قلت لك حط لي حلوه يا بلدي، ما حبيتش تحطها لي. مش ما حبيتش. ديما هذيك الاغنيه التي ترافقني غازي. شفت الصباح بالحق فما برشا ناس ممكن يعرفوها اللي في الغربة. نحط حلوة يا بلدي ونقعد ساعات ندمع عليها بالحق، خاطر الغربة تخليك تحب بلادك أكثر وتحن عليها أكثر، وتخليك تحاول وإنك تقدم صورة جميلة على بلادك، وتخليك وإنك ديما تحاول توصل صورة جميلة على بلادك، تقول أنا تونسي وأفتخر. هذه المساج اللي نحب نعديه لبرشا مستخدمين وسائل التواصل الاجتماعي، نقول لهم حطوا ديما بلادكم وانتمائكم قدام عينيكم في اي تصرف او محتوى تقدموه. مع كل الاحترام. نوعدوك باش نسمعوها بعد شويه. اما مثلا اليابانيين شنو الفكره اللي عندهم على التوانسه؟ شو ما الحاجات اللي يعرفوها، الحاجات اللي نقولوا احنا تتقال ديما كي ثم محبه كبيره بين اليابان وتونس، والدليل وانه التوانسة يدخلوا اليابان بدون تأشيرة 3 أشهر. وتعرف أنت حتى جنسيات أخرى، مثل نسمي لكم مثلا ألمانيا، أستراليا، أمريكا، الولايات المتحدة، دول قوية جدا ما تدخل إلا بتأشيرة. فتقول أنت علاش تونس بدون تأشيرة؟
لأنه الإمبراطور السابق مش هذا زار تونس وأعجب بتونس ومشي عدى 3 أيام في الجنوب وقال البلاد هذه من أجمل البلدان وأكرم الشعوب. وتونس في عهد المرحوم لحبيب بورقيبة وقفت مع اليابان بعد القنابل الذرية وتعتبر دولة صغيرة راي تونس في العالم، ولكن تأثيرها قوي جدا ومواقفها الإنسانية واضحة للعالم. وكان هذيك يعني حاجة وطدت العلاقة بين تونس واليابان، فمبادرة من الإمبراطور الياباني وأنه حاملي الجنسية التونسية يدخلوا اليابان بدون تأشيرة. ما كلاش لهريسة ما كلاش لبسيسة الإمبراطور؟ والله ما سألتوش الله يرحمه. والله هي محلاها السهريه، محلاها اللقاء معك زاد رجاء. باش نخلي لك الكلمه الاخرى. اكيد فرحان برشا ليلى اللي انت بحذانا، سورتو رجاء اللي هي الاخت، هي صديقه، ونقولها بكل صراحه هي ديما موجوده، فما يعني تواصل متميز معك رجاء، وفخر الحقيقه لبلادنا. نجم نقولها رجاء بن عثمان، ذكروا مليح الاسم هذا. وانت فخر للاذاعات بهالصوت الجهوري الجميل هذا، بصراحه من اجمل الاصوات الاذاعيه في تونس. وانا نحييك غازي لانك من الناس اللي عندهم خط تحريري جميل، وعندك طريقه مزيانه برشا في الحوارات، تخلي هكا الضيف مرتاح ويعطيك كل شيء الحاصل يجود بما في قريحته. تحيه لكل الاعلاميين التونسيين اصدقائي اللي كانت لي معاهم عديد الذكريات ورافقوني في بداياتي وعلموني، خاصة لأني تعلمت من ناس قامات ومدارس في الإعلام في تونس. تحية لكل فريق راديو جيل الذهبي، محمد العشي، محمد النفزي، حافظ النيفر، سوريا لطفي، إن شاء الله ما نسيت حد. تحية لفيجي ملو صديقنا العزيز، ودايما ديما مقلقته نقول شوف لي ضيف شوف لي ضيف. ميرسي للفريق التقني اللي معاك، وفرحت برشا بالحضور معاكم اليوم، وان شاء الله تتجدد اللقاء ان شاء الله. اكيد كان تقعد تو نجدد ولا كنت ترجع. والله ميرسي بوكو. الناس اللي تسمع جوهرة افام الكل نقول لكم ابقاو ديما تيوند وديما عندكم جديد واجمل الاصوات على جوهرة افام. يعطيك الصحه رجاء، ميرسي بوكو. نعطي الكلمه زاد لفادي مالو اللي شرفنا لينا زاد في الاستوديو. انا فادي شرفتنا زاد اليوم ونورنا. أنا شرف لي كبير أول شيء إنه موجود معكم راديو جوهرة اف ام. بتشكر كل شخص فيكم، أكيد أختي رجاء على طول نحن معذبة، مش بس هون وبرات هون كمان. يعني إحنا صرنا أصدقاء أكثر من تقريبا من 20 سنة، وهذا الشيء الحلو بيننا، بالعلاقات الحلوة بين أهل تونس مجموعين. الحمد لله كل الناس اللي اشتغلت معهم وتعرفت عليهم حتى بعد عن الشغل ضلوا أوفياء معي. والحمد لله هن هدول الاشخاص اللي انا بشوف حالي فيهم. لذلك انه انا صار لي من سنه 2004 لهلا تقريبا باجي على تونس، يعني اكثر من 25 مره بشوف حالي بس اطلع بالطياره، بس افتح انية المي بالطياره لاشرب مي، بحس انه ارتحت نفسيا، صحيت. الطقس، الاهل، الجو، حتى الاكل، حتى الاستقبال، حتى من الطيارة من تونس اير لتوصل للمطار لهون، استقبال الحرس الوطني بالمطار كتر خيرهم عن جد على استقبالهم، على اخلاقهم العالي. بتحس حالك تجي على بلد فيها محبة، بس يسمعك عم تحكي عربي، ما عندهم تفرقة، بيستقبلوا كل انواع الشعوب العربية بالبلد هون. وهل الحلو بتونس بانه على طول ضامي اخواتها العرب حواليها. بمشي بالشوارع بشوف كل شارع وشارع في علم فلسطين، بنبسط بفرح، والخي هي العربية، هيدي هي العرب الصح. بنبسط لما تكون انت بمكان بتلاقي يقولك انت لبناني، انت سوري، اهلا وسهلا فيك، انت فلسطيني، اهلا وسهلا فيك، انت عراقي، يعني بتنبسط في حياة. والبرهان انه انتم استقبالكم لنا بالاذاعه يعني جوهره فما قصرتوا. تحياتي لاهلنا كلهم. امبارح كنا بصفاقس، كان في يعني عرض حلو كتير كمان على المسرح الدولي تبع صفاقس. كمان بتشكر اللي كانوا عازميننا لعندهم، بس ما رح سمي لانه نسيان نص اسامي، ما بدي ازعل حدا مني. واكيد ما تنسوا موعدنا الخميس ان شاء الله الجاي 5 الشهر بمسرح البلدي مع الفنان أنطوان الصافي، حفل تكريم للعملاق وديع الصافي.
وحيكون معه مرافق كمان الفرقة الموسيقية بقيادة الفنان كمان أخونا سفيان. وتحياتي لكل المتعهدين وكل الأشخاص لجميع المهرجانات، قرطاج وسوسة، صفاقس، فستير والحمامات جربة، والأهم شيء بنزرت طبعا حسن النسبان. فأكيد إن شاء الله حشوفكم جميعا قريبا ونحبكم برشا. يعطيك الصحة فادي، ميرسي نورتنا اليوم كيف رجاء، ميرسي بوكو. شوي أخرى بعد لحظات من توا موجز أخبار 10 وبعده جوهرة سبور وآخر الأخبار الرياضية. تستناو معنا أنطوان الصافي على رمش عيونها، ياسر حلوة الغناية باش تتمتعوا بصوت أنطوان أكيد. وشوي أخرى زادا وديع مراد في جديد الغناية مازال كي خرجت. ميرسي فادي، ميرسي فادي مرة أخرى على الغناية. 5 ساعات صلى طل القمر. يلا خليكم معنا في سهرية الليلة ونرجع لكم.